السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد واخبار جديدة. اكيد انك شتي هذا العنوان هذا وقلتي هذا السيد ربما داير العنوان غير باش يجذب المشاهد، او لا قلتي ان العنوان راه فيه شي كذبه. غادي نقول لك واحد الحاجه، هذا الخبر هذا ولا هذا التسريب هذا حتى انا ملي شفتو قلت هذا الشيء ما منوش، ولكن ملي جيت ندخل في التفاصيل ديالو لقيت ان هاد الناس فعلا نيت تيوجدوا وانهم خدامين الليل ونهار على المغرب. هادشي اللي غنشوفوا في هذا الفيديو هذا ربما ما غاديش يتصدق لك، ولكن الواقع وغادي نعطيك المصادر اللي ما كتقدرش تكذب نهائيا. كذلك غنشوفوا في هذا الفيديو هذا ديك المؤامره ديال البرلمان الاوروبي وشكون اللي كان وراها، وراكم عارفين اصلا شكون، وغنشوفوا هذه المؤامره ديالو كيفاش دبرها وعلاش دبرها. كذلك غادي نشوفوا علاش الرئيس الروسي بوتين امر الجهاز السياسي ديالو كامل قال لهم ما تخليوش المغرب، هذه هي الفرصه انكم تكونوا واقفين مع المغرب، لان المغرب اولى لينا من بزاف ديال الدول. غنشوفوا هذا الشيء كامل في التفاصيل. الا بغيتي تشجعنا بلايك مرحبا بك، ما شجعتيناش بلايك الف مرحبا. نمشيو للتفاصيل. دابا هذه كانت صغيره غادي نحيدوها نديروا لها هكا ونديروها هذه واش حنا حمر، احب من احب او كره من كره. هذه صغيره، حنا بلادنا كبيره اللهم لك الحمد. من انتم؟ حنا المغاربه. استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل المصيبه استوردناها. الجزائر قوة ضاربة. أماط القرار الأخير المناوئ للمغرب الذي اتخذه البرلمان الأوروبي القناع عن وجوه بعض بلدان أوروبا وعلى رأسها فرنسا، واتضح أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي المفضوح لم تمله الظرفية الآنية ولا كان ردة فعل غير مدروسة أو متسرعة، بل طبخته فرنسا ماكرون، وذلك لغرض في نفسها. وجاء القرار الجائر ضد المغرب بعدما تأكدت فرنسا من أنه سائر في خطواته للتخلص عمليا من هيمنة فرنسا في إفريقيا لإصرارها على عدم موقف صريح من قضية وحدة المملكة الترابية. وفي تفاصيل المؤامرة التي تزعمتها فرنسا ضد المغرب، نظم مساء 14 يناير الجاري في 9 ليلا بالتحديد وتحت حراسة مشددة من قوات الأمن الفرنسي حفل عشاء فاخر في فندق رينجون كونتادس الفخم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. وقد تبين أن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا وزميلته في نفس البرلمان الفرنسي نادين مورانو هما من أشرف شخصيا على هذا الحفل المسيس. واتضح تورط الحكومة الفرنسية في طبخ شيء ضد المغرب خلال هذا الحفل بعدما تبينت نوعية الحاضرين ومواقفهم العدائية تجاه المملكة لرفضها السكوت عن الحياد الفرنسي إزاء ملف الصحراء المغربية. ويزول استغراب اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي حين نطلع على لائحة أسماء من حضروا حفل ستراسبورغ، وأولهم أوتمار كاراس نائب الرئيس الأول في برلمان الاتحاد الأوروبي، وإيراتاكس غارسيا قائد كتلة الاشتراكيون الديمقراطيون. كما حضر هذا الاجتماع مانفريد ويبر قائد كتلة الشعب الأوروبي، وفيليب لامبرتس قائد كتلة الخضر، وستيفان سيجورني قائد كتلة تحديدا أوروبا. وإضافة إلى هؤلاء حضر المسمى المدعو بريهاسكي رئيس منظمة مراسلون بلا حدود الذي حرست نادين موران والنائب الفرنسي في برلمان الاتحاد الأوروبي على دعوة الجميع إلى الاستماع إلى كلمته. وقدم مورانو مدخلا لكلمة هاسكي
هذا مؤكدا أنها ستكون مفيدة للجميع وهم يتخذون قراراتهم مستقبلا حول مسألة حرية الصحافة في العالم. وطبعا وكما طبخ ذلك في فرنسا، لم تخرج رئيسة مراسلون بلا حدود عن مهاجمة المغرب، مؤكدا بذلك النية المبيتة للفرنسيين للإساءة إلى المغرب، وذلك من خلال وضعية حرية الصحافة. روسيا تتحرك بعد قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب أياما قليلة بعد توصية برلمان الاتحاد الأوروبي المناوئ للمغرب. صدر عن المركز الروسي للأبحاث الاستراتيجية والدراسات الدولية تقرير طالب عبره بتقوية العلاقات مع المغرب وتعزيزها، واستهل هذا التقرير بالتذكير بأن برلمان أوروبا قدم هدية فوق طبق من ذهب لروسيا، مناشدا مسؤولي الخارجية الروسية إلى استغلال الفرصة وذلك لتعزيز علاقات البلدين وتثمينها. كما شدد تقرير المركز الروسي المذكور على أن النتيجة الحتمية والمباشرة لقرار برلمان الاتحاد الأوروبي الذي انتقد حرية الرأي والصحافة في المغرب هي إحداث شرخ كبير في العلاقات المغربية الأوروبية. وسجل المركز الروسي للأبحاث الاستراتيجية والدراسات الدولية في تقريره أن رد فعل المملكة المغربية كان قويا، إما من خلال هيئات المجتمع المدني والمؤسسات القانونية للدولة كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب. وأبرز التقرير الروسي الحديث أن علاقات المغرب وروسيا ستشهد ازدهارا ملحوظا ومزيدا من التطور على المدى القصير إثر القرار الأخير للبرلمان الأوروبي تقوية التعاون في عدة واجهات، ضرورة الإسراع بعقد شراكات مع المغرب على كافة الأصعدة الفلاحية منها أو من خلال رفع كمية المنتجات الزراعية المستوردة من المغرب. كما شدد على ضرورة تعزيز علاقات البلدين في مجال السياحة من خلال تشجيع السياح الروس على زيارة المملكة. وسجل المركز ذاته أن بإمكان روسيا أن تستغل عدة مجالات أخرى وذلك بهدف تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب، منها ميدان الطاقة والصناعة والصيد البحري. كما دعا المركز الروسي للأبحاث الاستراتيجية والدراسات الدولية روسيا إلى استغلال خطأ الاتحاد الأوروبي بكيفية استعجالية. كما دعا المركز ذاته إلى استغلال البرود الذي يطبع علاقات المغرب وفرنسا إثر مناورة الدبلوماسية الفرنسية بشأن الاعتراف الصريح للمغرب بالسيادة على صحرائه. في تطور غير محسوب العواقب، كشف موقع مغرب انتليجنس أن كبار القادة العسكريين الجزائريين عقدوا يوم أمس الاثنين أول مجلس حرب مخصص لتدارس سيناريوهات مواجهة مسلحة مباشرة مع المغرب. وقال الموقع ذاته وهو موقع معروف بقربه من دوائر القرار بدول المغرب العربي وفرنسا أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عرف مشاركة قادة مختلف قطاعات الجيش الجزائري، وتم خلاله استعراض آخر التقارير الاستخباراتية ووضع سيناريوهات لمواجهة عسكرية محتملة ضد القوات المسلحة الملكية المغربية مع تهيئة الرأي العام المحلي والدولي للحرب المحتملة. ويضيف المصدر أن الكابرانات أبدوا خلال الاجتماع تخوفهم من ارتفاع وتيرة العمليات التي ينفذها سلاح الجو المغربي بالمنطقة العازلة ضد عناصر جبهة البوليزاريو، معتبرين ذلك تحولا في الوضع الميداني للنزاع المفتعل. كما عبروا عن ارتيابهم من تقوية المغرب لعلاقاته العسكرية بإسرائيل وما يعنيه ذلك من اختلال في موازين القوى لصالح الرباط. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو هذا. راكم كتشوفوا ان الناس راهم خدامين ليل ونهار انهم تيوجدوا في السيناريوهات ديال الحرب ديالهم على المغرب، ولكن ان شاء الله ما غيصوروا والو. هادشي سمعناه من شحال هذا، ولكن هاد الايام هذه راهم خدامين على جهدهم. غنشوفوا فين غادي يوصلوا. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو الماجي ان شاء الله.